الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك
وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم صل على
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم
وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة نفدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته hadirin hadirat dirahmati Allah. InsyaAllah kita akan teruskan dengan membaca zikir Asmaul Husna, khususan niat buat Faizah binti Haji Yusuf yang sedang menghadapi parah darah. Moga-moga Allah SWT memberikan syifa dan kesihatan kepada beliau. Dan kita niat mungkin membaca Asmaul Husna. Moga Allah SWT
memberikan pengampunan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan-amalan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan taufik dan hidayah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita dan keluarga serta keturunan dan kaum muslimin dan muslimat dari segala bala bencana, segala fitnah akhir zaman dan fitnah Dajjal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara iman dan Islam kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan cahaya iman dan taqwa dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan rezeki kita dengan rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang dapat kita belanjakan pada jalan Allah dan Rasulnya. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan-urusan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita husnul khatimah dan menambahkan ketakwaan kita pada Allah Rabbul Jalil. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله على آله وصحبه ومن والاه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو. يا الله 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 يا الله. الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن
جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد المحصي جل جلاله المبدئ جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد الواحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط جل جلاله الجامع جل جلاله الغني المغني جل جلاله المانع جل جلاله
جل جلاله، الباقي جل جلاله، الوارث جل جلاله، الرشيد جل جلاله، الصبور جل جلاله، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم، 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 يا الله يا رحمن يا رحيم رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنك أمرت بالدعاء وتكفلت بالإجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا كريم يا بدر يا أحد يا أكرم يا أحد يا صمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من أظهر الجميل وستر الكبير، يا من لا يؤاخذ بالجليل ولا يملك الستر، يا عظيم العافية حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، نسألك اللهم باسمك الأعظم
وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تصلي على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بأفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد مجيد، وأن تعطيه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ونسألك اللهم من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونسألك ما قضيتنا وللمسلمين من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. ونسألك اللهم أن تقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ونسألك اللهم أن تفعل بنا. Sebutkan hajat masing-masing. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك في قبضتك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا غياث من لا غياث له، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، يا كاشف البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عون الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا محسن يا مجمل، يا منعم يا مفصل. أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس وذبيح الماء وحفيف الشجر. يا الله لا شريك لك يا رب يا رب. اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا، أن تغفر لنا وترحمنا، أن تغفر لنا وترحمنا.
اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ونسألك باسمك الأعظم الكبير الأكبر الذي من دعاك به أجبته ومن سألك به أعطيته. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم، تذكر والتذكير، والنفع والانتفاع، والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, sepanjangkan segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan yang diizinkan dan diberikan oleh Allah untuk kita berkumpul pada pagi ini. Salat subuh berjemaah bersama-sama, berzikir bersama-sama, mengagungkan nama Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama, dan diikuti dengan majlis ilmu. Kita berdoa dan memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menambahkan bagi kita taufik dan hidayah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memancarkan hati kita dengan cahaya iman dan takwa. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa pelihara kita dan memudahkan urusan-urusan kita di dunia, di barzakh dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanfaatkan kita dengan ilmunya, dengan ilmu para awliya as-salihin, para ulama al-amilin, agar kita dapat mencapai pendekatan dan kecintaan kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Begitu juga dengan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahib risalah. Moga-moga Allah SWT mematikan kita dalam husnul khatimah dan mematikan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzakh dan di akhirat, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan meneruskan kajian dan pelajaran kita dalam kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Hafidhul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala.
Moga-moga Allah merahmatinya dan moga-moga Allah SWT memberikan kita manfaat daripada ilmunya di dunia dan di akhirat. Kita sedang masih membahaskan mengenai tafwid di muka surat 293. Imam rahimahullah. Jadi kita masih membahaskan mengenai tafwid. Guru kami kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memerintahkan seseorang untuk berbuat sesuatu kecuali ada kebaikan baginya dengan tidak disertai niat baru. Allah juga tidak akan menyempitkan seseorang dalam menjalankan kewajiban. Tetapi di suatu saat nanti Allah akan membuat alasan agar seseorang meninggalkannya, sehingga meninggalkan itu adalah lebih baik disebabkan ada kewajiban. Ada kewajiban baru yang lebih penting dan patut diutamakan. Dalam keadaan tersebut, orang itu dimaafkan, bahkan mendapat pahala. Tetapi bukan pahala kerana meninggalkan kewajipan yang pertama, kecuali kerana mengerjakan kewajipan yang lebih penting. Nah, jadi seperti mana yang telah kita bincangkan pada minggu yang lalu, di dalam urusan tafwid, penyerahan sebulat-bulatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengenai sesuatu urusan, ia kata Imam Ghazali boleh dilakukan pada perkara yang fardu, pada perkara yang sunnah, begitu juga dengan perkara yang mubah. Kan? Jadi contoh yang diberikan Imam Ghazali di dalam sebuah amalan yang fardu, contoh yang beliau berikan adalah seseorang yang hendak mendirikan solat zuhur dan telah telat pada waktunya. Ini sudah menghampiri waktu masa, tapi bila sedang dia ingin mengerjakan solat tersebut, maka tiba-tiba terjadi sesuatu kebakaran, ataupun dia terlihat seseorang itu tenggelam, baik seseorang ataupun binatang yang mulia, binatang yang dimuliakan. Ini ada binatang-binatang yang di dalam kajian ulama, ada binatang-binatang yang dinamakan binatang yang terhormat dan binatang yang tidak dihormati. Kan? Jenis-jenis binatang yang tidak dihormati adalah seperti babi, anjing, kan? Dan lain-lain lagi. Jadi contohnya, dia nak solat zuhur, kemudian nampak seseorang itu ataupun binatang yang dihormati itu tenggelam. Mana harus dimuliakan? Mana harus dia dahulukan? Utamakan yang mana? Utamakan menyelamatkan itu daripada di solat zuhur. Padahal solat zuhur kewajiban. Tetapi dalam situasi begini, tafwidnya, penyerahannya kepada Allah SWT adalah diutamakan, mana yang didahulukan oleh syariat. Kan? Jadi ini contohnya. Maka itu kata ulama, kata Imam Ghazali di sini, dalam keadaan tersebut orang itu dimaafkan, bahkan dia mendapatkan pahala di sisi Allah SWT kerana mendahulukan yang lebih utama. Dia mendapat pahala bukan kerana dia meninggalkan kewajipan yang pertama tadi. Daripada dia solat zuhur dalam waktu adaan, dia menjadi qada. Betul? Dia menjadi qada. Kerana diikutkan seseorang yang mengqada solat tanpa uzur syar'i, hukumnya haram dan berdosa besar. Dia seseorang yang tinggalkan satu waktu di dalam solat, satu waktu solat dengan sengaja, tanpa alasan-alasan yang munasabah, alasan-alasan syar'i, maka dia berdosa, hukumnya haram, dia berdosa besar. Bahkan walaupun dia menggantikan satu waktu yang ditinggalkan itu dengan 1000 solat, tidak menyamai. Betul? Nah, ini fardu.
Jadi kita dari sini dapat gambarkan berapa pentingnya solat fardu itu. Solat satu waktu fardu, solat adaan dalam waktu tersebut. Tapi di dalam ini dia ada maslahat, dia ada keutamaan yang lebih patut diutamakan daripada yang tadi. Bahkan apakah yang lebih agung daripada solat? Apa yang lebih agung daripada solat? Tetapi maqasid syariah yang mengajarkan kepada kita kepentingan untuk mengutamakan maslahat daripada apa yang kita fikir sebenarnya itu lebih utama. Jadi di sini mizan ataupun timbangan syariat itu penting. Baik, Al-Imam rahimahullah ta'ala mengatakan segala yang diwajibkan Allah pada hamba-Nya seperti sembahyang, puasa, menunaikan haji dan sebagainya tentu mengandungi maslahat dan diperbolehkan menghendakinya dengan pasti. Tetapi jika terdapat kewajipan yang datangnya mendadak, urusannya menjadi lain. Seterusnya beliau mengatakan, kita telah sepakat sedemikian, kini tinggal yang mubah dan sunnah. 3 yang wajib boleh diinginkan dengan pasti, tetapi yang mubah dan sunnah harus ditafwidkan. Jadi terdapat sedikit perbezaan di antara pendapat ini dengan pendapat terdahulu. Menurut pendapat pertama, meskipun fardu tetapi tidak diperkenankan menghendakinya dengan pasti kerana ditakuti kalau datang fardu lain yang lebih utama dan penting. Sedangkan menurut Al-Imam perkara itu dibolehkan. Tetapi jika datang fardu yang lain yang lebih utama, maka yang utama itu harus didahulukan. Ini contoh seperti yang kita bahaskan tadi. Jadi pada hakikatnya kedua pendapat tersebut tidak ada perjangkahan, tidak ada perbezaan. Yang hanya sidang pengarangnya sahaja yang berbeza. Menurut penyusun sendiri, kedua pendapat tersebut tidak bertentangan. Pada umumnya, orang yang menyerahkan diri kepada Allah tidak akan ditafwidkan oleh Allah kecuali yang baik-baik sahaja. Tetapi kalau ia ditafwidkan dengan tidak baik, perkara itu bukan kerana Allah, melainkan kerana kesalahannya sendiri. Di tengah-tengah tafwid datang khizlan, sehingga hilang taufik dalam dirinya dan hatinya turut berubah dan jatuhlah ia dari darjat tafwid. Demikian pendapat Syekh Abu Umar rahimahullahu ta'ala. Jadi di sini kita akan membahaskan ada beberapa perkara yang harus kita faham. Perbezaan 3 kalimat yang selalu kita dengar tapi mendapatkan perbezaan yang ketara. Yang pertama tawakal, kan? Yang pertama tawakal. Yang kedua tafwid. Yang ketiga ridha. Boleh? Ketiga-tiga makam ini disebut dalam ilmu tasawuf tarbiyah ruhiyah, kan? Dia mempunyai makna yang berbeza. Tawakal adalah seseorang itu bersandar dan mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala setelah mengambil sebab dan usaha yang dibenarkan syariat. Seseorang yang bertawakal masih berusaha bersungguh-sungguh. Orang nak tawakal, dia mesti usaha dulu. Dan usahanya itu harus usaha yang komplit, full. Usaha dengan bersungguh-sungguh, bukan separuh jalan. Dia usaha bersungguh-sungguh, tetapi hatinya tidak bergantung pada usaha tersebut. Jadi keputusan daripada usaha itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya tawakal. Dan tawakalnya adalah makam yang pertama. Seorang mukmin yang hatinya benar-benar iman dan yakin kepada Allah SWT, minimumnya dia mesti ada sifat tawakal. Seperti mana Allah SWT sebut dalam Al-Quran Al-Karim, wa 'ala Allahi falyatawakkalul
mukminun. Jadi orang-orang beriman itu minimumnya dia mesti ada sifat tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang mukmin yang tidak ada sifat tawakal kepada Allah, dia jatuh dalam kategori kekufuran. Ini bezanya orang yang beriman dengan orang yang kufur. Sebab minimumnya orang yang beriman dia mesti tawakal. Tapi tawakalnya itu harus datang setelah dia usaha. Contoh bila seseorang itu, kita kasih contoh kan, contoh seseorang itu dia nak seseorang pelajar, dia nak ambil peperiksaan. Dia tahu tujuan dia ambil ini kos ataupun dia pergi sekolah kerana dia nak sertifikat, dia nak peperiksaan, dia nak duduk peperiksaan. Jadi usahanya apa? Usahanya dia pergi sekolah, dia belajar sungguh-sungguh, dia menghadiri kelas, kemudian dia membuat latihan, dia membuat tajrid, dia praktis, dia buat sebaik-baik usaha yang dia boleh. Kemudian bila dia duduk peperiksaan, apa kata dia? Apa usaha, apa keputusan dari peperiksaan tersebut, itu adalah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata kepada Allah, ya Allah, ini adalah usahaku, aku telah berusaha, keputusannya aku serahkan padamu. Ini namanya tawakal. Ini minimum yang perlu ada pada setiap orang beriman. Jadi dia tak gantung pada usaha dia, dia harapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas usaha dia. Begitu juga seseorang yang berniaga, dia membuat marketing, dia membuat branding, kemudian dia jumpa klien, kemudian dia menyediakan quotation yang terbaik, servis yang terbaik. Terus dia kata apa? Rezeki ini daripada Allah, bukan daripada pelanggan. Ini tawakal. Dia tahu matlamat. Itu yang pertama. Yang kedua, tafwid. Dia berbeza sedikit dengan tawakal tadi. Ini level kedua. Ini yang menjadi pembincangan kita yang banyak lebar ni, tafwid. Kita belum membincangkan mengenai makam ridha. Makam tafwid ini dia menyerahkan keseluruhan urusannya kepada Allah. Dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia yakin yang Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui, dan Allah lebih mengetahui apa yang baik ataupun apa yang terbaik buat dirinya. Nampak tak perbezaan? Ya, maka kedua ni, orang yang tafwid, dia menyerahkan keseluruhan urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia yakin dan dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakannya, Allah Subhanahu Wa Taala yang membesarkannya, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikannya rezeki, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan dia yang terbaik. Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Anta khalaqtani wa anta tahdini. Jadi tak mungkin dia akan gunakan itu. Tak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan aku yang baik, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pasti beri aku yang terbaik. Dia punya ungkapan dan lain level sikit. Betul tak? Ini orang yang tafwid. Dia serahkan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tak berkata apa tahu? Dia tak berkata ya Allah, atau dia tidak berdoa, ya Allah berikan aku perkara itu, perkara ini. Dia tak akan berdoa kepada Allah dengan doa yang khusus. Ya Allah berikanlah aku kekayaan. Ya Allah berikanlah aku kekayaan. Tak, itu bukan makam tafwid. Makam tafwid doa dia macam mana? Ya Allah, seandainya Engkau berikan aku kekayaan, Engkau mengetahui itu lebih baik untuk.
Tetapi seandainya engkau tidak memberi aku kekayaan, aku tahu itu yang terbaik daripadamu. Dan engkau maha mengetahui atas apa segala sesuatu. Nampak bezanya? Macam kita kan selalu doa, ya Allah, kita doa apa je lah kita nak. Allah kasihlah aku Rolls Royce. Ya? Fiat ke Toyota dia tak nak Rolls Royce. Kereta idaman. Salah tak ada mengidamkan sesuatu? Tak salah. Tapi cara dia berdoa dan meminta kepada Allah, seolah-olah dia tahu bahawa yang Rolls Royce itu lebih baik untuk dia daripada Toyota. Contohlah, ni contoh je. Jadi bila kita berdoa kepada Allah, kan, cara kita berdoa, sikap kita berdoa kepada Allah SWT itu menunjukkan level ataupun menunjukkan makam ketakwaan kita kepada Allah SWT. Macam mana kita serahkan urusan ini kepada Allah? Nabi Ayub. Contoh macam doa Nabi Ayub. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah SWT sebutkan, Allah rakamkan doanya. Apa doanya Nabi Ayub? Macam kita sakit, kita tahu kita sakit. Apa Allah tak tahu kita sakit? Rabbi anni ma sayaduru wa anta arhamur rahimin. Apatah lagi seseorang yang sedang menghadapi sakit yang kronik, yang kita tahu sakit ini memang parah. Contoh dari kita yang sedang menghadapi apa ni, sakit kanser bara darah ataupun apa saja jenis kanser. Semua orang tahu kanser itu painful. Kanser itu penyakit yang sangat menyakitkan. Tak boleh kita seseorang yang beriman itu berkata, ya Allah, kenapa kau berikan dia sakit macam ni? Allah SWT yang menciptakannya, Allah SWT yang tahu urusannya. Dan Allah SWT juga tahu penyakit itu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Di sini pentingnya ilmu tauhid yang menjadi kewajipan untuk kita belajar. Bila terjadi sesuatu yang luar daripada jangkaan kita, siapa antara kita yang nakkan ataupun yang menunggu-nunggu mendapatkan sakit kanser? Tak ada. Orang yang akalnya waras, yang sihat, orang yang sedar, yang tahu perkara itu, penyakit itu sangat menyakitkan, dia takkan menantikan. Betul tak? Siapa yang menantikan? Bahkan setiap antara kita akan doa apa? Ya Allah, jauhkanlah aku daripada penyakit tersebut. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada penyakit yang begitu dahsyat. Ya. Bila dia doa pada Allah, tetapi Allah takdirkan, perkara itu terjadi. Macam mana sikap dia menghadapi itu. Ini ujian yang Allah SWT berikan kepada kita ni, semata-mata untuk Allah nak uji tau. Allah nak lihat macam mana sikap kita ni terhadap Allah SWT. Seorang ayah dan ibu yang sayang kepada anak dia, tak mungkin dia akan inginkan perkara yang tak baik untuk anak dia. Betul tak? Ini baru kurang dari 1% daripada sifat rahman, sifat kasih sayang yang Allah SWT kepada makhluk dia. Ibu bapa boleh mampu melakukan apa sahaja, bahkan dia lebih ataupun dia boleh minta kepada Allah, ya Allah, apa seandainya perkara itu engkau ingin jatuhkan ataupun berikan pada anakku, lebih baik kau berikan pada aku. Contohlah. Tapi ibu bapa tu, maksudnya kita nak bincangkan apa? Sifat sayangnya seseorang ayah dan ibu pada anaknya itu melebihi daripada segala sesuatu, melebihi daripada dirinya. Padahal itu antara kurang daripada 1% daripada sifat rahman Allah SWT yang Allah tebarkan di atas muka bumi ini pada semua makhluk. Jadi bila seseorang itu sedar bahawa segala sesuatu itu datang daripada Allah SWT, maka dia yakin dan dia tahu yang Allah akan berikan yang terbaik buat dirinya. Bila perkara itu sudah terjadi, maka
maka sekarang baru Allah SWT akan lihat macam mana sikap dia. Kan? Salah satu contoh juga adalah jodoh. Bila seseorang itu dia menginginkan dia menyukai seorang wanita salihah, ataupun seorang wanita menyukai seorang lelaki yang saleh, salah tak salah? Tak salah. Kan? Apa dia buat? Dia berusaha. Dia berusaha secara syar'i, ta'aruf, dia kenal, tetapi tidak meletakkan harapan. Dia tidak meletakkan keinginan yang begitu kuat. Apa dia buat? Dia doa, ya Allah, seandainya si fulan ini baik untuk aku, diriku, baik untuk agamaku, baik untuk keluargaku, baik untuk urusanku, maka perkenankanlah. Kalau tidak, maka jauhkanlah. Ini nama dia tafwid. Bukan dia dah sungguh-sungguh, dia dah suka, dia dah jatuh cinta, tak faham dia jatuh cinta. Macam mana nak pisahkan? Dia dah bukan tafwid lagi dah. Dalam hal tersebut, istikharah sudah tidak ada manfaat. Dan istikharah ini yang menunjukkan makamnya tafwid. Dan yang ketiga adalah makamnya redha. Makam redha ini adalah menerima dengan hati yang tenang. Menerima dengan hati yang tenang segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala selepas perkara itu berlaku. Tawakal dan tafwid dia berlaku sebelum keputusan. Redha berlaku setelah keputusan. Boleh faham perbezaan? Setelah hasil ridha. Tawakal dan tafwid dia berlaku sebelum keputusan. Allah. Yang tawakal adanya usaha, Allah. Yang tafwid tak ada usaha langsung, serahkan pula-pula kepada Allah. Tapi keputusannya belum keluar, belum tahu. Kalau redha itu adalah sikap terhadap Allah Subhanahu Wa Taala setelah mendapat keputusan. Itu redha. Kita terima tak hakikatnya. This is the reality. Can you face the reality? So itu redha. Jadi redha itu bukan sekadar sabar. Redha itu hati yang menerima dengan tenang. Hati yang menerima dengan tenang. Dia tenang dengan apa? Dia tenang dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini takdir dari Allah, aku redha. Ini makam redha yang mempunyai pahala yang besar sangat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang kalau masuk syurga, kan di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang-orang ahli syurga ini, dia masuk syurga bukan kerana amalan dia, kan? Rahmat dia Allah. masuk syurga kerana kesabaran. Rahmat Allah beri kesabaran. Orang yang masuk dalam syurga ni, malaikat akan menyambut, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Malaikat akan sebut pada orang tersebut. Dia akan cakap, salamun alaikum, sejahtera pada kamu semua yang memasuki syurga Allah SWT dengan penuh nikmat ini adalah kerana sifat kamu yang sabar sewaktu kamu hidup di dunia. Sabar dalam menghadapi beberapa perkara. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menghindari perkara yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah yang ditentukan oleh Allah. Jadi hidup kita ini memang perlu sabar. Dan sabar ini adalah amalannya hati. Dia bukan amalan mulut. Bukan cakap sabar, tapi hati dia tak sabar. Hati dia tak ada redha. Hati dia tak ada pasrah pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini rida. Dan orang kalau dah rida dengan ketentuan Allah, mulut dia akan zik. Dia takkan cakap seandainya, kalau perkara ini tak jadi, kalau begini, kalau begitu. Dia tak ada kalau ni. Masya Allah, kan mama lam yashad Lam lam yakun yakun wala haula wala quwwata illa billah. Apa yang ditentukan oleh Allah pasti akan terjadi. Apa yang tidak ditentukan oleh Allah pasti tak akan terjadi. Bila perkara itu terjadi, siapkan hati kita untuk benar-benar redha dengan apa yang akan terjadi. Jadi makam redha ni tinggi. Makam redha ni tinggi. Orang ditimpa satu sakit, sekarang balik pada diri dia. Dia nak berubat ataupun dia tak nak berubat. Kalau dia berubat, salah tak? Tak salah. Bahkan disuruh dalam syariat. Disuruh dalam syariat untuk dia mengambil asbab untuk memberikan kesembuhan. Yang makam redha bisa. Datang satu sakit, Allah SWT yang berikan. Wa idza maridtu Bahawa yashfin. Makam redha. Allah SWT rakamkan Sayyidina Ibrahim alaihissalam, macam mana dia sebut dialah Tuhan. Wa idza maridtu, bila aku ditimpa satu sakit, bahawa yashfin, beliau yang akan sembuhkan. Bila akan sembuh, Allah Alam. Nak tak dia berusaha untuk pengubat? Tak berusaha untuk pengubat. Salah tak? Tak salah. Kerana makam dia lain, keyakinan dia lain. Jadi dalam berubat ni tak ada paksaan. Dari segi syariat, dia boleh ambil. Tapi kalau orang itu sudah Nyatu. apa saya panggil, sudah capai makam redha, Allah. Salah satu daripada orang yang mulia di sisi Allah SWT yang kita kenal dan kita jumpa, kan? Al-Marhum Habib Ali bin Ja'far, Allah Ta'ala. Dan beliau ini ditimpa penyakit yang kronik. Apa tu penyakit dia panggil? Hernia. Hernia ni, maaf kata, jadi dalam kemaluan kita tu kan, yang besar, ada ledi. Betul tak? Dan penyakitnya lama. Disuruh banyak doktor, profesor, spesialis yang datang, yang offer untuk memberikan perubatan secara free. Free tau. Beliau tolak dengan baik, tolak dengan lembut. Siapa yang kenal beliau pasti tahu akhlak beliau. Itu. Sampai dia katakan pada apa doktor tersebut, ini sudah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku bersumpah dengan nama Allah, aku benar-benar redha atas penyakit yang Allah berikan. Masya Allah. Tak ada benda nak usaha. Sakit. Tak semua orang boleh capai makam itu. Begitu juga kalau orang yang sakit antara kita, moga Allah berikan kita kesihatan dan afiat. Tapi kalau antara kita yang menghadapi kesakitan, yang sulitlah kronik, dia nak berubat, jangan tahan. Jangan cakap kau kalau berubat artinya kau tak yakin, kau tak redha dengan Allah SWT ketentuan. Oh, di sana. Itu juga ketentuan syariat. Kan? Jadi ini berbeza daripada segi makam. Orang yang capai makam redha itu kerana yakinnya, kerana ilmunya. Dia sudah mendapatkan keladatan. Dia sudah mendapatkan keladatan dalam dia Allahu ahad, Allahu mempunyai samad, Tuhan. lam yalid wa lam
Kita berhenti di sini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita, mencapaikan kita makam ridha, makam yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermohon kepada Allah segala kebaikan bagi urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih a'lana qarabatina fi dinina ma'al al-busri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima, وآخر أطيع علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شرور وأقر في الرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صحب المصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا أسرفنا على لقى أشرفنا، فاتب علينا توبة تغسي لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا، والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عند الحمد، وآله وصحبه عدالة صحبه، والحمد لله في البدء والسلام يا رب القبول. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب
آمين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تكشف لنا الحال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا شر ما تأتي بها الأيام والليالي. اللهم نزع قلوبنا من التعلق بمن دونك واجعلنا ممن يحبهم ويحبونك. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم واحفظهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. جزاكم الله خير. Sebesar kita akan datang insyaAllah. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.